نزلنا فيديو قبل كده وقلنا ان احنا وقفنا فيه تعاقدات، وطبعا في ناس كتير جدا كلمتنا وقالت لنا يا باشمهندس انت بتعمل كده ليه وليه، وفي اصحابي طبعا كانوا خايفين علينا وقلقانين علينا، فقلنا لهم يا جماعه الشغل مش بالكميه، الشغل ان انت تعمل كنترول على الحاجه اللي عندك وتقدم كواليتي للناس وتقدم جوده للناس، ومن ثم بعد ما تسلم للناس والناس تبقى مبسوطه الشغل كله هيجي لك تاني. فاحنا هنا معانا فيلا برضه في اكتوبر. حصل شغل كتير جدا في الموقع ولسه شغالين، فهاخدكم بريف سريع كده عشان انا ما بحبش فيديوهات تطول عن 3 دقائق، يعني بنحاول دايما ان احنا نعمل ده. هنا في جاردن زي ما انتم شايفين، عندنا هنا في بوابه للدخول، بوابه لدخول الافراد، وعندنا بوابه هنا لدخول العربيات. طبعا اسسنا كهرباء، اسسنا صرف مغطى، اسسنا عزل بالكامل للفيلا بالكامل، وبعد كده صبينا الارضيه، والارضيه دايما بنخشنها بالشكل ده عشان نقدر نحط عليها رخام، ورخام يكلبش في المونه. طبعا اسسنا الكهرباء بتاعتنا، ده مدخل الفيلا، وده رمب عربيات في المنطقه دي بالكامل معمول بميول لحد البوابه ورا عشان الصرف اللي هيبقى فيه غسيل العربيات. ففي منطقه الزراعه هنا احنا بنعمل العزل على الفيلا، على حوائط الفيلا كلها بالكامل عشان نحافظ على المنطقه بالكامل من الميه الزراعه. وصرف مغطى هنا بالكامل عشان نصرف برضو الصرف الزراعي على جلة رباط وعلى غرف التفتيش اللي احنا عاملينها، وعاملين طبعا سيستم كامل للصرف هحطه لكم في الفيديوهات. طبعا عندي هنا ده مدخل الفيلا الخلفي، دخلنا منه عشان ما نلفش بس تاني. هنا اول قطعه عندي هي قطعه الريسبشن، زي ما انتم شايفين خلصنا فيها كل الاعمال وشغالين في اعمال الرخام دلوقتي. خلصنا اعمال جيبسون بورد بالكامل، اعمال تاسيس الكهرباء بالكامل، وعندي هنا برضو اعمال الرخام السلم شغالين فيها زي ما انتم شايفين. هنا في المنطقه دي عندي عماله بتنظف باستمرار ورا الرجاله، لان رجاله الرخام بيبقى فيها عفر وتراب كتير باستمرار، فهنطلع فوق نوريه لكم العماله بتنظف اول باول. وخلينا مطبخ شباك وكبير عشان ست البيت، وعاملين هنا حته جاردن هنا زراعه قدام شباك المطبخ عشان نزرع الورود والروائح الجميله. عندي حمام ضيوف هنا، حمام ضيوف تحفه ان شاء الله باذن الله لما تشطب ويتقفل يبقى حاجه محترمه قوي. هنا الرجاله بتوعنا شغالين في نظافه الموقع عندي طرق التوزيع هنا. اول حاجه طرق التوزيع دي هتدخلني على الحمام. طبعا المشمع اللي احنا بنفرشه ده بنفرشه تحت الكرتون، وبعد كده نحط كرتون. عندنا هنا حمام رئيسي متوزع توزيع محترم، كل التفاصيل مخدومه قوي. خلصنا نهايه المرحله الثانيه. عايز اقول لكم احنا الفتره اللي فاتت دي كان في شغال هنا ولا 5 مقاولين مع بعض عشان نكسب وقت ونوفر وقت، وفي نفس الوقت انا قلت قبل كده يا تعمل كنترول على مواقعك يا ما تدخلش نفسك في مواقع جديده. طبعا كل الغرف فاتحين شبابيك كبيره على الجاردن اللي هتكون في المنطقه دي. انا كده دخلت غرفه الماستر. عندي على الشمال هنا حمام ماستر زي ما انتم شايفين، حمام ترازو. زي ما قلت قبل كده احنا مش مهم الكميه، المهم ان انت تطلع كواليتي شغل مظبوطه تشرفك وتشرف العميل اللي معاك.